يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو بدي أعمل معكرونة بالبشاميل والدجاج. تعتبر هالأكلة من أطيب الأكلات وكمان إلها شعبية كبيرة. فهلأ بنسمي بالله ونبدأ الفيديو. بسم الله على بركة الله. هلأ بالبداية هون عندي خضرة، عندي حبة فلفل حمرة، حبة فلفل خضرة، وعندي كمان بصل أخضر وحبتين جزر. أنا هاي الخضرة كلها غسلتها يعني وبدي هلأ أفرمها. الجزر مقشرته وغسلته والخضرة كمان. فهلأ هون رح بلش هيك أفرمهم فرم يعني متوسط الحجم، مثل هيك مربعات يعني لا صغيرة ولا كبيرة، بهذا الشكل. طبعا هاي الأكلة بتنعمل باللحمة المفرومة وكمان بالدجاج. أنا اليوم رح أعملها بالدجاج. وهلأ هون بعد ما فرمت الخضرة بطواية على الغاز رح أحط معلقة من الزبدة وشوية زيت، استناهم حتى يسيحوا ويسخنوا كتير منيح. بدي أضيف هلأ الدجاج، هذا مجهزته من قبل، دجاج فيليه مقطع. حضيفهم فوق الزيت والزبدة على درجة حرارة عالية لازم، واستناهم حتى ياخدوا لون. هلأ بس أخدوا لون حبلش أضيف الخضرة. أول شي ضفت الجزر هيك على جنب مشان يتقلى منيح، وكمان الفلفل الحمرا والخضرة. وهلأ بستناهم حتى يستووا كتير منيح. ضفت لهم شوية ملح، بهار بصل، بودرة البصل، وفلفل أسود. حركن شوي وبتركن حتى يستووا كتير منيح. عندي هون علبة فطر معلبة، غسلتها كتير منيح من المواد الحافظة وكمان ضفتن فوقها. بقلبن مع بعضن. وكمان عندي علبة ذرة كمان غسلتها كتير منيح من المواد الحافظة وضفت منها بس 3 معالق 4 معالق، ما ضفتها كلها. وهلأ بس استوى الدجاج مع الخضرة آخر شي هيك ضفت عليهم البصل الأخضر. وبعدين هلأ برفعهم من على النار وتركن على جنب. هلأ هون رح أسلق المعكرونة. عندي كيس معكرونة وزنه 500 غرام. هون كنت حاطة طنجرة عبيتها مي واستنيتها حتى تسخن كتير منيح، وبعدين ضفت المعكرونة، ضفت عليهم رشة ملح وبتركهم حتى ينسلقوا. هلأ عبين ما تنسلق معي المعكرونة حبلش أعمل صوص البشاميل. حطيتهم تقريبا شي معلقتين من الزبدة، لا 3 معالق زبدة، 3 معالق طحين. هلأ هيك رح أقليهم مع بعضهم حتى تطلع ريحة الطحين. بس تشموا ريحة الطحين عم يتحمص هيك بكون إنه بتضيفوا فوقهم الحليب. ضفت عليهم لتر حليب، ورجعت كمان بعدين ضفت كاسة حليب، يعني 5 كاسات حليب. ضفت عليهم ملح. وهلأ على درجة حرارة متوسطة حبلش هيك حركهم. ضفت فلفل أسود كترنا شوي بس ما بيأثر. وهلأ هون هيك غلى الحليب يعني وأخد هذا القوام. إذا لقيتوا البشاميل إنه هيك سميك شوي فيكن نضيفه من المي تبع المعكرونة. هلا بعد ما استوت المعكرونة صفيتها واستنيت حتى تصفى منيح من المي، رجعت المعكرونة على الطنجرة وضفت فوقه صوص البشاميل بهالطريقة هاي، وبلش هيك يحركن مع بعضهم. ضفت صوص البشاميل هيك بالتدريج. وهلأ هيك برجع بقلبهم كتير منيح مع بعضهم. وهلأ اجينا لمرحلة التطبيق. بجات البايركس راح بلش حط المعكرونة، طبقة من المعكرونة. هون عند الحشوة كمان حشوة الدجاج مع الخضرة راح اضيفها فوق طبقة المعكرونة. حضيف هاي الحشوة كلها يعني فوق طبقة المعكرونة بهذا الشكل. حرش عليها من جبنة الموتزاريلا شوي صغيرة. وهلأ برجع بضيف كمية المعكرونة المتبقية عندي بالطنجرة.
بوزعهم كتير منيح. وهلأ هون صارت جاهزة معي، راح احط عليها جبنة الموزاريلا، فيكن تحطوا اشقوان. ضفت كل كمية الجبنة، وهون رشيت رشة من الزعتر الأخضر، فيكن تحطوا الأوريجانو. ودخلتها على الفرن، بس شغلت من الطبقة اللي فوق، وهلأ هون طلعتها من الفرن وكانت أخدي هذا اللون. نطرت عليها شغلة 5 دقايق منشان إنه تطلع شقفة واحدة، إنه إذا دغري قطعتوها بتكون كتير سخنة بتعذبكن، فبتنطروا عليها شغلة 5 دقايق. هلأ هون هيك طلعت معي بهذا الشكل. أكلة كتير طيبة، بنصحكن تجربوها، كتير طعمتها طيبة. إذا عجبكن الفيديو ما تنسوا تدعموني بلايك واشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.